حسين يا لبيب لو راجل خد لعيب. دي الجملة اللي قالها جمهور النادي الأهلي. حسين لبيب المرشح الأقوى والأبرز لرئاسة نادي الزمالك، ولكن مجلس إدارة النادي الأهلي عليه شوية حركات يا جماعة كارثية بصراحة. تعالوا أقول لكم الموضوع مش إزاي عشان تفهموا الضحك في الآخر كان إزاي. حسين لبيب المرشح الأقوى أو الأبرز أو اللي تقدر تقول إنه كده كده جاي في انتخابات نادي الزمالك، طلع مع الاستاذه لميس الحديدي في لقاء تلفزيوني وهو بيتكلموا عن احمد فتوح وان في كلام عن انتقاله. المهم ان الراجل سريعا كده راح قال لها بقول لك ايه، هيمضي فتوح هيمضي في الزمالك. وقالت له طب ما امام راح، قال لها لا الظروف مختلفه. وبعدين اي حد يتمنى الزمالك، اي لعيب يتمنى الزمالك، وانا بشوف ان الزمالك القلعه البيضاء الاكبر، مع احترامي للجميع وبدون التجريح في حد. وانا والله لغايه ده ما عنديش مشكله، اشوف اللي تشوفه ان شاء الله تشوف اذا كان انت امبارح شفتوا ان الزمالك كسب بطل اوروبا فعادي جدا. يعني انت كسبت ماتش جيبوتي فشفتوا ان انتوا كسبتوا بطل اوروبا، وانا ما عنديش مشكله على فكره في الجزئيه دي، براحتك شوف زي ما تشوف. بقى لا بقول لك ايه، ما تكبرهاش في دماغي. انا ممكن اخد لعيب من الاهلي وممكن اخد اتنين كمان. طيب، اولا الاهلي مش طرف في الموضوع، وهي لما طرحت السؤال طرحته من باب ان الاهلي ممكن يكون بيخش على الصفقه لان اللعيب هيبقى من حقه يوقع في يناير فري، وان كان لسه في واقعه قريبه وامام عاشور بيلعب في الاهلي. فبناء عليه قلت له ان الاهلي من حقه يمضي اللعيب. هل ده وارد؟ لا هيخش ولا هيخطف ولا هيعمل. فالراجل قال لك لا انا ممكن اخد لعيب من لعيبه من النادي الاهلي. وهنا السؤال، انا مش عارف انت جبت تقويه القلب دي منين وفتحت صدرك منين. ما انت قبل ما تاخد لعيبه من الاهلي سدد ديونك. قبل ما تاخد لعيبه من الاهلي افتح القيد للزمالك. قبل ما تاخد لعيبه من النادي الاهلي ادفع المديونات اللي عليك لاتحاد الكوره. قبل ما تاخد لعيب من الاهلي ادفع مقدمات عقود اللعيبه اللي عندك في كرة القدم، منهم سيف الجزيري وسامسون ومسلوسي وكل اللعيبه اللي رفع عليك قواضي وثبت حقها في الفيفا ان ليها فلوس وانها متاخره. قبل ما تاخد لعيب من الاهلي ادفع غرامه سبورتنج لشبونه، وادفع غرامه ده لسه باتشيكو بوطيب جايين، وادفع بقى الغرامات القديمه بتاعت ماريتمو البرتغالي وادفع اللي عليك، وادفع بتاعت اتشامبيونج. ادفع كل ده عشان القيد يتفتح وتعرف تشتري صفقات. طب جدد يعني ادفع مقدمات عقود لعيبتك، ادفع لزيزو اللي كان زعلان ومقموص. ده منطقي. يعني انت الاول حل ازماتك الداخليه. طب سيبك من كل دول، ادفع للعيبه اليد، طب ادفع للعيبه الطايره عشان تعرف تقيدهم، طب ادفع للاتحادات. طب حل الازمات دي حضرتك الاول، وبعدين افتح صدرك وخلي زرار لحد سرتك وقول انا اقدر اجيب لعيبه من الاهلي لكن هو يا جماعه مش كلام بنضحك بيه على الجماهير ونجيب سيره الاهلي في جمله مفيده وكهربا طبعا. طيب مفيش مشاكل. فجمهور النادي الاهلي راح طالع عامل ايه في الماتش؟ نسمع زي ما انتم شايفين كده. يا حسين يا لبيب لو راجل خد لعيب. سهله وبسيطه جدا. هو غازل جمهور الزمالك بان هو يقدر ياخد لعيبه من الاهلي. جمهور الاهلي رد عليه وقال له لو انت راجل خد لعيبه من النادي الاهلي، خد لعيب من النادي الاهلي عادي جدا. وهو اللي حط نفسه في الموقف ده لان هو دخل في حته انا شايف ان هو كرئيس نادي المفروض ما ينزلهاش. وكلنا شفنا كابتن محمود الخطيب في اي لقاء صحفي اختلفنا او اتفقنا معاه مستحيل يذكر الزمالك الا بكل خير. اتحداك تجيب لي لقاء صحفي واحد من ساعه ما كان كابتن محمود الخطيب لعيب لحد وقتنا هذا ذكر فيه الزمالك غير النادي الكبير، قطب التاني الكره المصريه، من اقوى الانديه في مصر، النادي القوي في افريقيا واللي بيمثل كل الكلام المحترم والجميل. مفيش جمله واحده فيها اي استفزاز او خطا على نادي الزمالك. ده ان ذكره، ده ان سياق الحديث خليها في ذكر، غير كده هو ما بيجيش. ليه انت بقى تطلع تقول انا هاخد لعيبه وتفتح صدرك؟ فطبيعي الجمهور رد لو راجل خد لعيب بقى، ما انت اصلا عندك كوارث. يعني انا اسف، ما تحل المصايب اللي عندك الاول وقول انا هحلها ازاي، وبعدين بقى خد لعيبه من الاهلي يا عم. يعني ورينا يا عم الدكر اللعيبه اللي انت هتعرف تاخدها من الاهلي، مفيش مشاكل. ورينا هتاخد لعيبه من الاهلي ازاي.
بس كل لعيبه موجوده في الاهلي. ما تجيش اللعيبه انا اكون مشيته، يعني مثلا ما تجيش تقول لي ايه، انا مشيت مثلا مروان محسن، انا مشيت مثلا ناصر ماهر، وتقول وتقول انا همضيهم فانا خدت لعيبه من الاهلي، يعني انا عارف برضو الدماغ. لا، اتكلم على لعيبه اكون انا بتلعب عندي، مضي حسين الشحات، مضي كهربا، مضي علي معلول، اطلع اقول لك لعيب ماشي. فالجمهور لما عمل كده فقرر كابتن حسين لبيب في مؤتمر صحفي جوه نادي الزمالك انه يرد على الجمهور. وده انا مش عارف، هل انتوا بتعشقوا تصغروا نفسيكم، بتعشقوا تقللوا من النادي اللي انتوا يعني انتوا بتبقوا فرحانين بده؟ وده اللي انا كنت بقوله من زمان والناس بتستغرب، ان اي حد زملكاوي مهما كان مسؤول، وهو ده ازمه نادي الزمالك، بيحب دايما يكسب الجماهير بقصه ان هو يعمل الحاجات بتاعت نكش الجماهير. انت اداره مالكش دعوه بالنكش مع الجماهير، سيب ده لينا، سيب ده للجمهور وهو بيهزر مع بعضه. مش انت، مش دورك، مش لعبتك، ما تنزلش من كرسي الاداره لكرسي المشجع. ولكن فطلع الراجل قال ايه بقى؟ بيقولوا يا حسين لبيب هجيب مش عارف ايه. طب ما اسمعوا هو هيقول ايه، اسمعوا. لو تقدر يا لبيب، حسين يا لبيب، لو راجل خد لعيب زي الفل. مين اللي قال؟ هنوريهم ان ازاز الزمالك نادي الرجوله. ده انا كنت هبتدي كمان لما عايز انا كاتب اهو. ايه اللي حسين لبيب الناس بتقول عليه؟ قال لك هو كيوت وظريف وبينيمنا كلنا وما بيعملش حاجه، ادي حاجه، وبيلبس مشجر، يسلم على حد، ادي الثانيه كده دغري اهو. يا جماعه انا اتهريت سلام، اعمل ايه تاني؟ اقف كده مادي في ايدي وخلاص؟ انا مش عارف يعني. يا جماعه اي واحد عايز يجي يسلم عليا هديله عنوان بيتي يجي يسلم. وقال لك فل ومية مية، احنا بقى هنوريكم ان نادي الزمالك ابو الرجوله. يا عم ايه علاقه نادي؟ او احنا الجماهير طلعت قالت لك يا نادي الزمالك لو راجل خدوا لعيبه من الاهلي، ولا ردوا على حسين لبيب اللي طلع اتكلم وقال انا اقدر اجيب لعيبه من الاهلي؟ هم اولا كلموا حسين لبيب، ما كلموش نادي الزمالك. فما تحشرش نادي الزمالك في الموضوع، لان جمهور الاهلي ما هاجمش نادي الزمالك، هو هاجم الراجل المرشح اللي فتح صدره وقال انا جامد واقدر اخد لعيبه من الاهلي. فما تقولش اصل نادي الزمالك هيثبت ان هو راجل واحنا جامدين واحنا 100 100، وعلى فكره بقى انا جامد، وعلى فكره بقى انا كاتب كل اللي بيتقال عليا ان انا كيوت وان انا طيب وان انا ما بسلمش على حد. يا عم انا مالي انت بتحكي لي قصه حياتك، انا مالي. وبعدين هو ده على فكره مش احنا اللي قلنا عليك، اللي قال عليك ان انت ما بتسلمش على حد اكيد حد في اعضاء مجلس الاداره عندكم في النادي. انا مالي بتسلم او ما بتسلمش؟ هو في اهلاوي لما شافك هيقول لك والنبي سلم عليا؟ يعني يسلم عليك ليه؟ ولا يقول لك حتى اقف اتصور معاه ليه؟ ليه؟ يعني احنا لما يبقى عندنا رمز زي كابتن الخطيب، انا اسف يعني، هنقف نتصور معاك ليه؟ ده بين انهي منطق؟ ده بين انهي تاريخ يخلينا ان احنا عايزين نسلم عليك او نقف نتصور معاك؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، هو احنا اللي قلنا عليك ببنطلون اصفر وبنطلون اخضر وبنطلون مشجر وان انت كيوت؟ برضه ده كان مرتضى منصور. هو انت مش عارف ترد عليه وما عرفتش ترد عليه ساعتها، فماسك الحديده دلوقتي وبتعمل على فكره نفس نظام ماسك الحديده وعامل فيها الشاب الحلو الجميل. برضه احنا مالنا؟ وايه علاقه ده بالرد على جمهور الاهلي واللي رد عليك فانت بترد؟ ايه علاقه ده بده؟ ولكن الضحك بقى مش هنا، الضحك هيكون في رد مجلس اداره النادي الاهلي اللي مش طرف في الموضوع. صامد، صامد خالص، ساكت، ناس بتشتغل تشوف شغلها عارفه دورها. فكان الرد النهارده هو ده، اعلان النادي الاهلي التعاقد مع سيف عابد 4 مواسم قادم من نادي الزمالك. كوميديا سوداء، كوميديا سوداء. انا مش قادر اعرف انتوا بتعملوا في نادي الزمالك كده ليه؟ والله العظيم ما حد مسؤول عن اللي فيه نادي الزمالك ده غير مسؤولينه وغير ابنائه وغير رموزه على كل المستويات، اعلاميين، اداريين، لعيبه، هم المسؤولين عن اي كوارث بتحصل في الزمالك، من ديون، من لعب ونتائج سيئه، من تصريحات وضحك على الجماهير. قيس بقى على ده، خد بقى ميدو خالد غندور، ميزو صاحب انفانتينو، ايه كل دول حط بقى بيضحكوا على الجماهير سنين ووعود ووهم، وبتكون المحصله زي ما انت شايف كده. فانا بس
انا عايزك تهدى يا كابتن حسين، لان بصراحه منظرك صعب جدا. وبقول لمجلس اداره النادي الاهلي بلاش المواقف البايخه دي، ما تصغروش الناس اكتر من كده. ومعلش يعني دوركم انتوا الكبار انكم تحتووا الصغار، مفيش مشاكل. خلي اللي يقول تصريحين يمكن ينجح بيهم في انتخابات ولا حاجه، سيبوهم ياخدوا فرصتهم، شباب برضو ونفسهم يعني يقولوا ان هم جامدين، سيبوهم يقولوا ان هم جامدين. ما الكل بيقول احنا جامدين، لكن الحقيقه والنتائج واضحه وصريحه. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم، وان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقه جديده من المشجع. وما تنسوش تعملوا متابعه على الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، واللايك والكومنت والشير. سلام.